السلام عليكم. هنعمل النهاردة وصفة جديدة، هنعمل جلاية البندورة، أكلة الملوك. أكلة حلوة جدا جدا، طعمها حلو، جميلة جدا، مشهورة جدا في الأردن وفلسطين الحبيبة. الوصفة سهلة جدا ومكوناتها أبسط ما يكون وما بتاخدش أي وقت. أهم حاجة في الوصفة دي هو زيت الزيتون، هو سر طعامة الوصفة دي. نبدأ على بركة الله. هحط شوية من زيت الزيتون على النار. عندي توم وفلفل متقطعين، والفلفل ده ممكن يبقى شطة وممكن يبقى فلفل عادي حسب الرغبة. هشوحهم في زيت الزيتون لحد ما يتحمروا وياخدوا اللون الذهبي. هستمر كده في التقليب لحد التوم ما يتحمر معانا وياخد اللون الذهبي. كده التوم اتحمر معانا خلاص. هضيف قطع الطماطم. بالنسبة للطماطم هتقطعوها بالطريقة اللي تعجبكم، مكعبات، تقطعوها نصين، تقطعوها حلقات زي ما انا عاملة كده، شرايح كده زي ما انا عاملة. الطريقة اللي تعجبكم اعملوها. برضو اللي مش حابب قشر الطماطم ممكن يقشر الطماطم قبل ما يستخدمها، حاجة ترجع لكم. المهم انا قطعت الطماطم بالشكل ده وحطيتها مع الثوم والفلفل تتشوح. هقلب الطماطم علشان تتشوح كويس قوي وتاخد من طعم الثوم والفلفل. هضيف شوية من الملح علشان يساعد الطماطم تدبل بسرعة. الأكلة دي ممكن تتاكل في الفطار وممكن ناكلها في الغداء أو في العشاء، ممكن تتاكل كمقبلات أو تتاكل لوحدها. بصراحة رهيبة. الوصفة دي ما بتحتاجش توابل كتير، بس طبعا كل واحد هيضيف التوابل اللي بيفضلها. أنا حاطة الطماطم على نار عالية علشان تتشوح وتشرب الصوص اللي فيها كله، مبقاش فيها أي صوص خالص. أنا ضفت نص معلقة صغيرة من الكمون ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. شايفين الصوص اللي فيها ده؟ أنا هسيبها على النار لحد ما تشرب كل الصوص اللي فيها. هنقلب فيها باستمرار لحد ما تنشف تماما ونحس إن الزيت فصل عن الطماطم. بالظبط متاخدش أكتر من 5 دقايق، الوصفة دي سريعة جدا. بدأت الطماطم تنشف معانا اهي، بس برضو لسه مش هنشيلها دلوقتي من على النار لحد ما تنشف تماما ونحس الزيت بقى لوحده والطماطم بقت لوحدها. اتمنى اللي ما اشتركش في القناة لسه يشترك ويفعل الجرس حتى يصلكم مني كل جديد، وما تنسوش اللايك. كده الطماطم نشفت معانا اهي، ما بقاش فيها اي صوص نهائي. شايفين؟ كده وصفتنا بقت جاهزة.
هنطفي عليها النار ونشوف هنقدمها ازاي. قدمناها مع ليمون وشوية من البقدونس. ودي كانت وصفتنا النهاردة. أتمنى الفيديو يعجبكم وينور رضاكم، وإلى اللقاء في وصفات أخرى قادمة. السلام عليكم.